السلام عليكم. اليوم غادي نجاوب على السؤال دائما كنطرحوه: علاش الطبيب كيطلب ايران؟ اول حاجه كيف ما كنعرفوا بانه الايران متخصصه في اي حاجه ما فيهاش العظام، اي حاجه كتحتوي على نسبه ديال الماء الايران كتكون فيها مزيانه. الطبيب مثلا كيطلب الايران باش في حاله اللي كيبغي يشوف شي حاجه عندها علاقه بالاعصاب، الاعصاب والدماغ. مثلا المريض اللي عنده صداع مزمن كيوجعو راسو ما عرفش علاش، اللي عنده الدوخه، الناس اللي عندهم الصرع، الناس اللي كيحسوا بالشلل والتنميل، هادو كيطلب لهم الطبيب الليرام. علاش؟ لانه كيعطي صوره دقيقه بزاف. ثاني حاله كيطلب لنا الليرام الطبيب الليرام في حاله الغضروف. الطبيب بغى يشوف شي حاجه عندها علاقه بالغضروف، الغضروف والعمود الفقري. بحال مثلا الناس اللي عندهم الم في الظهر، الناس اللي عندهم عرق النساء، الناس ديال السياتيك، انزلاق غضروفي، انزلاق الغضروفي. لانه علاش ما كيعطيش سكانير؟ لان السكانير كيبين اي حاجه فيها العظم مزيان، في حين الليرام كيبين مزيان الغضروف زائد الاعصاب. هادشي كيطلبوا لنا الطبيب في الحالات ديال الظهر. الحاله الثالثه المفاصل والعضلات. لانه كيبين التمزق، والالتهاب. اللي عنده شي ملاحظه